مرحبا طلابي الأبطال، طلاب الصف السادس الإعدادي الصباحي والخارجي. شلونكم؟ إن شاء الله زينين، إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا ربي. شلونكم يا أبطال بالامتحانات؟ إن شاء الله درجات زينة. طلابنا، طبعا بهذا الفيديو راح أبديكم باليونت الرابع، ومثل ما تلاحظون بأنه الملخص مال اليونت الرابع كاتبت لكم إياه بالملزمة، إنه عندنا تمارين إسقاطات، عندنا تمارين مرادفات، عندنا تمارين إملاء، عندنا تمارين توصيلات، وأيضا عندنا تمارين مراجعة للقواعد أيضا موجودة في هذا اليونت. فلذلك راح أخليكم أقسم لكمها بأقسام. قسم الإسقاطات أكو تمرين مرادفات، تمرين إسقاطات، تمرين مثلا توصيلات، فهيك راح أدمج لكم فيديوهات. وعندنا إنشاء واحد، إنشاء الشركة، وأيضا كتبت لكم بنهاية اليونت شرح القطعة الخارجية وأمثلة على قطع خارجية. فيلا نبدي ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا الآن راح نبدي بأكتيفيتي A on page 76 في صفحة 76 of the activity book من كتاب النشاط. عندنا بعض الكلمات بالأعلى ويطلب منا أن نخليها بالفراغات. هذه إسقاطات. had يعني ملكة أو نالة بمعنى، والسورة got يعني حصل بمعنى got عدة معاني عندها. أصبح، حصل، وصل أيضا بمعنى تجي sold هنا معناها باع، و went ذهب. تلاحظون بأن الكلمات كلها بزمن الماضي. sent أيضا أرسل، wrote كتب، set up أنشأ، وstarted بدأ، وsigned يعني وقع أو made يعني عمل أو كون شيء. Number 1 رنا an email to بدرية. يعني هسه الإيميل هو شو نسوي للإيميل؟ ناكله لو نكتبه لو شنو؟ نكتبه أو نرسله. فإذا منو نكتبه؟ wrote نقدر نكتب، أو send يرسل، اثنيناتين يصير كتبوهن send أو شنو wrote. أوكي كتبه. تذكروا بأنه الإيميل أما نرسله أو نكتبه. تلاحظون هسه هنا الإجابة sent or wrote. هو طبعا خلي أكملكم. رنا sent or wrote يعني رنا رسلت أو كتبت an email to بدرية، إلى بدرية to tell her حتى تخبرها about her new clothes company حول شركتها يعني مال الملابس الجديدة. Number 2 she and her brother راشد، هي وأخوها راشد، إيش بيهم the company؟ إيش سووا الكمباني last September؟ في يعني سبتمبر الماضي. شنو بدأوا شركتهم؟ she and her brother راشد. ذكروا بأنه هذه بعض الدلالات دا أنطيكم إياها. مثلا هنا عندكم an email to بدرية، إيميل بدرية، فشي نكتب sent or wrote. هنا she and her brother راشد، هي وأخوها راشد بيهم started بدأوا. هنا عندنا هاي started بدأوا شنو شركة company last September. نشوف إجابتنا صحيحة started. Number 3 they to London. هسه احنا شو نسوي لندن؟ يعني انت فكر شو نسوي لندن؟ اكيد نروح لها، مو صحيح؟ يا هي نذهب لها بالماضي، يا هي نذهب لها went ذهب، went هم ذهبوا to London. تلاحظون went to London and Marco to choose clothes حتى يختاروا الملابس أو أقمشة 2 months ago قبل شهرين. Number 4 they فراغ a lot of success هم حصلوا على الكثير من النجاح at London Fashion Week في أسبوع الموضة في لندن. حصلوا، شنو حصلوا من ذني لهنا؟ طبعا عندنا هنا شنو had نالوا أو حصلوا. they had أو ملكوا، شلون أخذوا من النجاح، حصلوا نجاح في أسبوع الموضة في لندن. they had success a lot of success. ما يشوفون a lot of success تختارون had، a lot of success تختارون had a lot of success. هنا went to London she and her brother Rashid started. okay وتنسوا had a lot of success حصلوا على الكثير من أو نالوا الكثير من النجاح. Number 5 they found important new contracts there. يعني هم شنو عملوا الكثير من الاتفاقات المهمة أو وقعوا الكثير من الاتفاقات المهمة. contracts معناها تيجي اتفاق أو معناها عقد، العقود المهمة الجديدة there. and sold a lot of shirts. الشيرتات شي يسووها القمصان؟ طبعا يبيعوها sold to influential people إلى الناس المؤثرين. إذا هنا شنو نكتب؟ they شنو made هم عملوا
يعني اتفاقات مهمة جديدة أو عقود مهمة جديدة. وشنو sold وأيضا باعوا. فإحنا من نشوف import إنه contracts هذه نكتب made عملوا. خلينا نمسحها ونشوف الإجابة made. وهنا أيضا sold a lot of shirts هذه شيرتات شو يسووها يبيعوها. فأنتوا هيك خلي لكم في الدلالة. وعندنا number 6 at Heathrow Airport في مطار هيثرو they فرغ an old school friend called منى يعني صديق المدرسة القديم. صديق المدرسة القديم called منى. ايش سوينا له احنا صديق المدرسة في مطار هيثرو ايربورت؟ اكيد التقينا به. فش نكتب اما رأينا او التقينا به. هي رأينا من هذه الكلمات رأى saw او التقى هي التقى met. met ايضا هنا ما موجودة ولكن هنا هاي كتبت لكم met ايضا التقى. فخلينا نكتبها أما نكتب saw or met saw or met أو التقى. أوكي فتصير هذه saw or met an old friend called منى. ونمبر 7 منى فراغ married to Gaston 2 years ago. منى يعني حصلت أو بمعنى تزوجت من غسان قبل سنتين. فش نكتب got married منى got married to Gaston 2 years ago. طلابنا وعدنا تمرين عن الإسقاطات أيضا في كتاب الطالب. هالمرة هذا التمرين في كتاب الطالب هو مو تمرين وإنما قطعة وأطلعنا منها إسقاطات. هذه تفيدكم وجاية منها وزارية في صفحة on page 42 صفحة 42 of the student's book. عندنا الإسقاطات هي الموجودة assistant معناه مساعد وbusiness أعمال أو عمل وفلايت رحلة وكمبيت يتنافس والسايند وقع فلو طرنا أو طارة وديزاينر معنى مصمم بروديوس ينتج وسيلز مبيعات. هنا خفينا لكم الأجوبة حتى نحلها إحنا وياكم. نمبر 1 I am the فراغ and راشد does all the marketing. يقول أنا فراغ وراشد يسوي كل التسويق. إذا أنا شنو هو راشد يسوي المبيعات أو التسويق؟ أنا إذا المدير. فشنو هنا إيش نكتب؟ أو أنا the designer. هنا ما عندنا مدير the designer أنا المصمم وهو يسوي كل التسويق يعمل كل التسويق. إذا أنا المصممة وهو يعمل تسويق. فهنا إيش نكتب designer خلينا نحذفها I am the designer and راشد does all the marketing. فمن تجيكم I am the فراغ وراشد does all the marketing هاي ما بيه دلالة يعني بين جملة قصيرة شو تكتبون designer. Number 2 our cousin سليمة يعني بنت عمنا سليمة works تعمل as راشد's personal كمساعدة راشد الشخصية. راشد's personal assistant تلاحظون هذه assistant مساعدة راشد الشخصية. فمن تجينا our cousin سليمة هاي ذكروها سليمة شبيها نجي نكتب assistant. سليمة شبيها راشد personal assistant. Number 3 we invested احنا استثمرنا a lot of money الكثير من النقود in the شنو بالأعمال. شنو الأعمال؟ business. في الأعمال استثمرنا. انتوا تذكروا we invested a lot of money. من يشوفون a lot of money النقود شبيها نخليها بالبزنس بالأعمال. تلاحظون دا أعطيكم دلالات عليه. هنا أنا راشد does all the marketing نكتب designer هي. هنا أنا سليمة شبيها سليمة هي الأسيستنت. هنا a lot of money شو نسوي له in the business invested in the business. وعندنا number 4 but هنا but are very good and we are exporting a lot of clothes to the UAE. شنو هو اللي very good كل الزين وإحنا نصدر الكثير من الملابس إلى الإمارات العربية. شنو الجيد؟ هو أكيد المبيعات. فشنو المبيعات؟ sales the sales but the sales المبيعات are very good جدا جيدة. من يشوفون very good and we are exporting وإحنا نصدر a lot of clothes to the UAE إذا نكتب sales. number 5 it's difficult إنه من الصعوبة to فراغ with the Chinese market أن نتنافس مع السوق الصيني. يعني من الصعوبة أن نتنافس مع السوق الصيني. أوكي فشنو نتنافس؟ compete. من يشوفون it's difficult شنو هو الصعب. وهنا عندنا Chinese market السوق الصيني فنكتب compete.
number 6 they فراغ such cheap clothes in China. يعني هم شلون ينتجون ملابس رخيصة في الصين. هم ينتجون ملابس رخيصة في الصين. شنو ينتجون؟ من يشوفون cheap clothes in China هذا المقطع شو تكتبون produce okay they produce هم ينتجون they produce such cheap clothes in China. Number 7 we فراغ to London to show our new shirts at London Fashion. we فراغ to London. احنا شنو رحنا؟ احنا قلنا شنو عندنا؟ ما عندنا هنا الذهبة، عندنا شنو بمكان ذهبة؟ عندنا flow طرنا إلى لندن. شو نكتب؟ flow. we flow to London. احنا طرنا إلى لندن to show our new shirts حتى يعني نعرض ملابسنا أو شيرتاتنا القمصان الجديدة at London Fashion Week في أسبوع الموضة في لندن. فما يشوفون to London to show إذا تكتبون flow. Number 8 we فراغ contracts with 3 London department stores. يعني احنا وقعنا أو اتفقنا مع شنو وقعنا اتفاقات مع منو؟ مع يعني متاجر 3 متاجر في لندن. فشنو وقعنا؟ signed من يشوفون contract تكتبون signed. احنا وقعنا اتفاقات أو عقود with 3 London department stores. Number 9 we were waiting for our احنا ننتظر شنو؟ لطيراننا back to Baghdad حتى رحلتنا العائدة من بغداد. فشنو نقول we were waiting for شنو؟ our flight احنا ننتظر طيراننا flight back to Baghdad. يشوفون back to Baghdad نكتب flight back to Baghdad. وعندنا تمرين آخر عن الإسقاطات في كتاب النشاط. عندنا أيضا إسقاطات healthy معناها صحي، و ambitious معناها طموح، و skills مهارات، والشيف طاهي، و impression انطباع، و punctual دقيق. Number 1 if you want to be successful in business إذا أردت تكون يعني ناجح في الأعمال you have to be ambitious لازم تكون شنو؟ طموح حتى تكون أنت ناجح. you have to be ambitious. أوكي؟ فإحنا من نشوف هنا be successful in business فلازم تكون من تكون ناجح بالأعمال لازم تكون طموح. هذه الدلالة. Number 2 if you want to be healthy إذا تكون صحي you must do a lot of exercise. من نشوف a lot of exercise يعني عمل تمارين كثيرة. إذا لازم تكون شنو؟ أنت healthy حتى يعني لازم تسوي تمارين حتى تكون healthy. Number 3 to be a good secretary حتى تكون سكرتير جيد you need good computer skills لازم تكون عندك مهارات كمبيوتر جيدة. فمن نقول نشوف good secretary نختار شنو؟ skills لازم تكون عندك مهارات كمبيوتر. Number 4 if you want to have a successful restaurant إذا أردت تكون عندك مطعم ناجح. المطعم الناجح شو يحتاج له؟ شيف أكيد. you must employ أنت يعني يجب أن توظف a good chef يعني لازم توظف شنو؟ شيف طاهي جيد. فنشوف successful restaurant نختار شيف. ونمبر 6 to make a good impression حتى تعمل انطباع جيد at a job يعني interview في وظيفة في يعني مقابلة عمل you should dress لازم تلبس شنو؟ well جيد and be punctual وتكون شنو؟ أيضا دقيق. فهنا من تكون to make a good حتى تعمل good impression at a job. نشوف at a job interview في مقابلة عمل لازم شنو؟ انطباع جيد impression. أيضا شنو you should dress لازم تلبس well and be punctual وتكون دقيق أيضا.